السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم الثلاثاء الاثنين الاثنين 16 ديسمبر 2024. نتكلم الآن عن تطورات في سوريا وسقوط الطاغية بشار الأسد وسقوط جميع الأنحاء القوية في سوريا. فقد تمكن الثوار الأبطال من إنهاء الأمر وتمكن من إعطاء درس لا ننساه لهذاك المفسد هذاك. وقد قامت الثوار بجعل ذلك بشار بجعله فريسة. وكانت حرب دموية دخلت فيها 5 أيام أو 7 أيام، واضطر ذلك المجرم من الفرار والهروب نحو جهة أخرى. إذن كنا تمكن الثوار من هزيمة نكراء، قد دمروا ذلك الشخص اللي اسمه بشار. وكل اللحظات الفارقة في الشعب السوري وفرحة الشعب السوري في الشوارع والمقاهي وكانت نتائج إيجابية في ذلك الأمر. قد قاموا الثوار بنهاية هذه حقبة الاستبدادية والانتشار الدموي، وكلنا كنا معهم، ولكن هناك من كان ضدهم، ومن كان ضدهم كان ضد الشعب. قد قام الثوار بنتائج إيجابية وتدمير هائل، وكانوا قد قاموا بقضاء على ذلك المجموعة. إذن سوريا دخلت مرحلة جديدة من انتصار كان ينتظره الجميع على هذا الطاغية المجرم هذا. وقد قامت هذه الظروف بجعلها جيدة جدا. وقد قاموا بجعل ذلك الفاسد المفسد جعلوه أضحكة لمن يعتبر. وقد قاموا هذا الآخر وكانوا جيدين، ودمروا معداتهم ودمروا بنيانهم، فيما يكون النصر حليفنا. أما الجزء الثاني يتكلم على بارتاج خوتي هذه الفيديو بالله، ولا يبغى بارتاجي. أما الجزء الثاني يتكلم على الجزائر. استدعت السفير الفرنسي وقد وبخته جيدا لهذا الفاشل هذا السفير الفرنسي. وخرجونا بعد الذيابة قد العطاين، خلينا نقولوها لهم. يقول لك ما كان والو، ما داروا والو، ما فعلوا والو. أنا نقول لهم أبواق، هذو الأبواق هذا الأبواق الجردان، هذو الجردان الذي لا يستحقون أي شفقة. هذو الجردان يتكلمون عن الوطن وعن الوطنية وهم مجرد جردان وعملاء مرتزقة. إذن كانت صفعة لمن يعتبر، وقد قضينا على هذا الأخر.
يخرج لك واحد هكا واحد هكا، ويخرج لك هذا عطاي منه وعطاي منه، وقاعدين يهضروا صاي. إذا كنا وما زلنا نقول لهم باللي يقترب للجزائر مصير الجهنم، والمخزن أيضا مازال يعبث في الحدود ويعبث في كل المجالات. إذا قمنا بدحسهم وقضاء عليهم. وحنا متكاتفين ضد الأعداء، ضد الخونة، ضد كل شيء، متكاتفين مصرين، ولكن هذا مبغاوش يفهموا. حين نقول لهم سلموا رواحكم مبغاوش يفهموا. هذا الجردان، هذا القوشة، هذا. إذا وشكرا لكم، وإلى اللقاء إلى لايف آخر.